الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف كنقصل إنا مبل شبعي بارت مالتيو. أتم منأسي نابعتي خيدم دعاء غيرهم الله سبحانه وتعالى حتيتم ويتأيقمو نخحفزم أو إنا بتحنا نرنا مالتيو. الله سبحانه وتعالى انتايلو بسورة الكهف آية 10 مالتيو: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. زيوم منا أسي زيوم بزعبهم يا زي قصة أهل الكهف ويدماني سورة الكهف بقاتهم تتسوي عمالتهم. زيوم منا أسي زيوم أفتي حبرة السبز نبرو فساد مسكونة مالتيو عبادهم قبرو أي كألون تحق من قديم استأفئة انتهي لهم حاسبا مالتهم كن كيد هجرة خنقبري لهم كيدهم مالتهم. ولذلك بزعبا زي فتية وزي منائس وزي كأنئي قريش حتيتهم من رسول صلى الله عليه وسلم. إتا تاريخهم زجمرت مالتيا كفار قريش حتيتهم من رسول صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصتهم وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ الكتب. رسول صلى الله عليه وسلم لما بزعبا زيهم منائسي زيهم بزعبا زيهم أهل الكهف زيهم كأز فلطنا قريلا وناتونا يكالق متحفتي أنبيبو أي فلطنيو رب زعلم وطرأي يتعلموا مالتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى انتايلوا مالتي: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بسورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى بزعوة رسول الله عليه وسلم انتايلوا نعو قدم حجي متحفتي زنبب كايبل كان ولا تصحف كايو بإيد كايبل كان. ولذلك بزعبهم مستحتت هو مالتيو. الله سبحانه وتعالى خا حكي له مالتيو. الفتية زياتهم كأمنا أسي مالتيوم انتهي لهم دعاء غيرهم: إذ أول الفتية إلى الكهف نفتي بعد تمسكودو مالتيوم مغنياتو اتهزبهم اتهم زقمت أولو عد زنبرو شرك سلزقبرو كفر سلزبتحو بيوم القيامة خاين أمني لهم مسكحدو مالتيوم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ناب ربي توجههم. آتينا مالت أعطينا مالتيو من لدنك خانئ كباخا مالتيو أي من عندك رحمة، أي رحمة ترحمنا بها. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذي خاء رحمة هبنا إلهم دعاز قبروا ولما نخاء كم رسول صلى الله عليه وسلم زبولو أبو بكر الصديق مسحته مالتيو. قال أبو بكر انتايلو للنبي: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يلوون الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أب صلاتي دعاء قبرس نقرني مهرني علمني يلو مالتيو. رسول الله عليه وسلم كان تايلو: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. زادوا عزيان قروا مالتي متفق عليه البخاري. اللهم أنت ربي إني ظلمت نفسي زلمة ظلما كثيرا بزح ظلم زلمة هذا نفسي ولا يغفر الذنوب غفر ذنب ما يلن إلا أنت بجكخا فاغفر لي غفر لي مغفرة من عندك كابنهتك رحمة مغفرة مالتي ورحمة وارحمني دما يعني رحمني مالتي إنك أنت الغفور الرحيم. نسخ أخا حدا قويتا غفارين رحيم زخون كا قويتا مالتي. أتسئلهم انتايلهم: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا دعازيات طبعا أبو بكر مهروا مالتيو نخلاتنا نعنا مالتيو دحريو قتلات آيان تايلا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ مالتك اجعل لنا وتهيئة الشيء أن يعد ليكون صالحا للعمل به. أدالوا لنا مالتي وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أبزو قدينا دما أبزو حيزنا يزلنا دما الرشد مالت حقنا من قدي ضد الغي كأح من قدي تخكل من قدي زي كون مالتيو أي اجعل شأننا موفقا للصواب. يعني تخلو خناتاتنا تخلو سرحة وتناسي نفتي حقنا ويتخكلنا زخون السارة حق برلنا إلهم دعاء غيرهم مالتيو.
دحريو الله سبحانه وتعالى قصيلو مالتيو أب آية 11 بسورة الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قوله تعالى فضربنا على آذانهم الله سبحانه وتعالى قبل كله فضربنا على آذانهم مالت أي أنمناهم نومة عميقة يعني أدقسوهم الله سبحانه وتعالى يعني قب زبالة يعني لبزت أفأدقس عميق مالت ديبلي ويدما انت إزبهال يعني عميق وخدقس كله مالتيو خفيف حجي دقاس كأخل تعينتي زولو خفيف دقاس يعني فوق الزخونة مالتيو كتسمع تخيل مالتيو ودقاس كان ده هلقا جن دمستات تسمعلو زيد نوم خفيف يبهال مالتيو والنوم العميق كأني عميق زخونة خاني يعني كبيد دقاس مالتيو إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك من زي تسبعلو طبعا دقاسات بزحات يفالا لإنا بدقاسنا قالي يسب ولا بومبيتا تتوكوسا كمان أي سمعنيو دقيس ندحر كوين دقيس يعني قالوا يسب خالص خفيف زخونه يعني قسل كأتي خافت جزا ويجلا تنقص كخماني برزبل سبالو مالتيو يعني دقاسو خفيف مالتيو إذا نمت النوم العميق لا تسمع من حولك أي تسمعني خازي نوم عميق كبد زخونه دقاس تدقيس كأي سمعني ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فضربنا على أذانهم أي بحيث لا يسمعون نزوم أهل الكهف نزوم من أسيزيهم الله سبحانه وتعالى أدق إسوان بزح عمتات مالتيو منم زي سمعوا مالتيو أبدقن تاي قبر اللون تاي خون اللو زي سمع دحار تكهف خاني مع كم زقلت نايو مع تونيرو يو متونيرو مالتيو تحي كأني أي تأتو من نيرة ولذلك نبزح عمتات دق إسوم منم تحي كي تنكفتهم مالتيو نساتهم من مسكلبهم مالتيو سنين عددها أي معدودة وسيأتي بيانها تبزع بخندي عمت مخانخ أخ قلت متسيو أمت متسعي مالتيو في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 آية 20 حموشتن زقلت نمتسعي قلت أينا مالتيو لالو أفتي كهفهم أفتبعتسي 300 سنين وازدادوا 9 كاب 300 نلعلي عامتات دق إسوم مالتهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قوله تعالى ثم بعثناهم الله سبحانه وتعالى انتايلو بعثناهم يعني بعث مالت لأن يوم القيامة يوم البعث يبهل نتسألوا بحساب نقرب له مالتيو أبزخ أني ثم بعثناهم كل رب العالمين وذلك بإيقاظهم من النوم يعني زغل عمتات الله سبحانه وتعالى أدق إسوم عندنا أتسيئوا مالتيو من النوم بعثا لأن النوم وفاة يعني المنتأي بعث تباهلو خاني لأنه دقاس موت مالتيو قال الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يعني دقاس مالت بحتصيروسي موت مالتيو يوم القيامة لك 5 حجي دق إسكان قوت تسق يوم القيامة نموت أب قبرنا أتو يوم القيامة بعث خون كله خاني ناب حساب نقرب مالتيو إذا أنا موت أب الدنيا دق إسنان تسأل أخهم موت عينت مالتها ولذلك الله سبحانه وتعالى نبقوا مملاسنا مخانو الله سبحانه وتعالى خاني كل أرواحنا نسو وساداي نسو أصنحي مخانو يقلت لنا مالتيو وكل سرحنا يوخ أزقبرنا يوخ أخقلت لنا يوم القيامة بسورة الأنعام مالتي آية 60 وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سلازي الله سبحانه وتعالى اتي أرواحنا هنا زحزون زموتون زتسؤون مخانو بحفشو يقلت لنا مالتي وقوله بعثناهم لنعلم مالتك أني آية مالتي تقل زلا ناي بعثناهم الله سبحانه وتعالى انتيلو فضربنا على أذان في الكهف سنين عدد يعني ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا بعثناهم لنعلم قد يقع فيه يعني تفعل لي رئيتو أبزخه له ويخيلو بعثناهم لنعلم يعني الله سبحانه وتعالى
زي فلط كوينو زي كونسي اندا فلط ايو سلازي فلط ايو لكن يعني كم علامة استفهام عينت غير الله سبحانه وتعالى قريبه ومالتيو أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد أي لنعلم علما يترتب عليه الجزاء وذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني أفتى آيات ورد كله الله سبحانه وتعالى بتفعل لي ملك سلازة أربو أبزخ أني انتهي مالتيو كمتي الله سبحانه وتعالى زبلنا لنبلوكم نخنفتنكم حتى نعلم الله سبحانه وتعالى نخفلت المجاهدين منكم والصابرين اتهم جهاد تقبرون اتهم سبر تقبرون متى نخمامينا يلو زفتنا الله سبحانه وتعالى ماتيو سلازي قبل أن يبتلينا قد علم الله سبحانه وتعالى كوي فلت قد من عنا فتنا مئتاو مننا فتفتنا سبر خم نقبر طاعة خم نقبر منانا دما أما عسيا خم نأطي فلتي ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا الثواب فصار المعنى لنعلم عن ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور مش يعني الله سبحانه وتعالى خم أخذ كل اللي نعلمه زي فلت زي كونسي انتهي دقان تي ناي أقالا لتسا بتفالا لي من قد قيري قلصو مستي بلاغة اللغة ناي تقانق بلاغة زلو مستي قرآن تتحاهزي زأكليو زقلصو زلو مالتيو أما تحقيق وقوع المعلوم بالنسبة الله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع كل سواء وأما بالنسبة لنا صحيح أننا نعلم ما سيقع في خبر صادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بأعيننا ولذلك جاء في الحديث الصحيح ليس الخبر كالمعاينة يعني الله سبحانه وتعالى طبعا تزخونه تزخون تزيكونه تزنبر كل علم الله سبحانه وتعالى مطلق نحنا جن كم يكون إن هنا فلتت جن إذا حجي نسمعه زلنا خمس خوني زبل أفتي يوم القيامة مسعيننا مسرأنا إنا ني يتزبلنا الله سبحانه وتعالى نرخبه مالتيو سلازي ليس الخبر كالمعاينة خمس بها المالتيو كمتي اتي بعين خاتي ورا تسمعوسي كان بعين خاطريوس حدا خمزي كونه مالتيو مهناتو بعين خاطريو يعني علم اليقين مالتيو يعني اكيد بعين خاطريو تكحدي تخلني خمالتيو سلازي او اما بالنسبه لنا يعني تي نحنا فلتتنا ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بأعيننا بعيننا مسرأنا ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم زبولماتي ليس الخبر كالمعاينة يعني ورن كم تبعين خاطري أنسي حدا يكونن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قوله أي الحزبين يعني الطائفتين يعني خبتم كلته طائفة وي جروب ويدما جماعة زنبرماتي وقوله أحصى يعني أبلغ إحصاء وليست فعلا ماضيا بل اسم تفضيل فصار المعنى أي الحزبين أضبط لما لبثوا أمدا أي المدة التي لبثوا لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا لبثنا يوما أو بعد يوم أبسورة الكهف مالتي عسر شعته وقال آخرون ربكم أعلم بما لبثتم أبسورة الكهف عسر شعته ثم الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا يعني انتهي مالتيو اليوم أهل الكهف سي كندي كم تقمطوا exactly أفتي بعدت مالتيو كندي دقيسهم يعني دقيسهم زخل عمتات سي شمون تساعات عسرة ساعات دقاس زي كونس كاب سلستم إتعامت نلعلي دقيسهم الله سبحانه وتعالى أدقيسهم مالتيو حجي اتساب ولا ساتومون نبعلاتهم سي كندي تقمطنا إلهم حسيبهم مستطيقوا لبثنا يوما أو بعد يوم ساتم زمسلهم حدا معلت وي كندي معلت تاتنبر معرض كل عمتات استقمطوا أي مسلومن وقال آخرون قالوا ما ربكم أعلم بما لبثتم يعني ربي زفلت أوسي كندي كم تقمطكم دحري أخا سبات بزعباتهم تفالا لي رئيتوتات تفالا لي زربا تزاربهم مالتهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق حجي الله سبحانه وتعالى انت يبلو لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مش قريش حتيتم يوم كفار قريش يوم طبعا حتيتم كل جزية حتوون يوم بزعبا يوسف عليه السلام حتيتم بزعبا إذا حتيتم تفعل لي حتوون يوم قدم حج نساتهم زفلت ومالت يوم أنبياتات نجيرهم مزنبرو متى كراجا جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلت إن كراجا جزء مالتهم الله سبحانه وتعالى على طول ملسي بوحي بقرآن يمت مالتهم حجة الله سبحانه وتعالى انتايلو نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني الله سبحانه وتعالى سي
اتي صدق زخونه اتي علم زخونه وضوح زخونه الله سبحانه وتعالى كقلص لي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني نعم القائل صدقا وعلما وبيانا واصطلاحا، لأن كلام الله تبارك وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة. يعني 4 أشياء له كلامه عز وجل عن علم، وكلامه أيضا عن صدق، وكلامه في غاية الفصاحة، وإرادته في هذا الكلام خير إرادة يريد بما يتكلم به أن يهدي عباده. حجي انتأيو الله سبحانه وتعالى كل زربه تبارك وتعالى متضمن للعلم. يعني تي علم زلوه، حق زلوه، فصاحة زلوه. فصاحة مالت كأني بلاقة تقوم قاسي أقلال تقسي ما نمسب كقولت أزيك المالتيو. الفصاحة والإرادة يبها المالتيو. 4 أشياء. يعني كلام الله عز وجل عن علمي، وكلامه أيضا من صدق عن صدق حقيقي، وكلامه في غاية الفصاحة بالطعمي فلتأتن يعني قلالتان، وإرادته في هذا الكلام خير إرادة. طبعا تنا رب ديليتك أبزر بازخاء تزبلت أديليت مالتي يريد بما يتكلم به تزاربو الله سبحانه وتعالى نهزبو نعبادو من قد حق آخر يوم مالتي. نحن نقص عليك، يعني قص الله عز وجل أكمل القصص وأحسن القصص، لأنه صادر. يعني زي الله سبحانه وتعالى كحكي لنا خلو مالتي نقرأنا قصص مش قصص الأنبياء نبل. الله سبحانه وتعالى بعلو نقرأنا خلو يقص علينا خبها الكله، يحكي لنا ونقرأنا خبها الكله أحسن القصص، يعني أكمل القصص perfect زهون زربا من مزجود لزيبو لزربا أي نمنتاي. وأحسن القصص نمنتاي تزبلت قصص كوينو خال، لأنه صادر نمنتاي 4 نجر زحزز سلزهون مالتيو. حدا علم فلتأت مالتيو، دحريو أنا عن صدق حق زحزة. قال أي كأس صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها، ولا كلام أوضح من كلام الله إلا من أضل الله قلبه وقال هذا أساطير الأولين. يعني كاب ناي ربي قال زعبن زبلتن يلن. سلازي إلا زيوم أساطير الأولين ويسألك زخون حكاياتاتيو زي نبر حسوتي زبولو تزي كوينم زيوم قلبهم زتأفئ مالتيو تزي كوينو كابنا ربي زعبي قال زربا يلني مالتيو. وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نفصل، ولا بما حكم علينا أن نجور، بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. وبأحسن إرادة مالت لم يرد الله تعالى بما يقص علينا. الله سبحانه وتعالى خابتي دليوتو بتزبلت أدليوتو نعنا زحكي لنا زلو يقص علينا أن نضل ولا يعني نخنت أفئ. لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل، يعني بزي زحكي لنا زلو الله سبحانه وتعالى سي نخنت أفئ وين كنسحت من قدنا يليكونا. الله سبحانه وتعالى زنقرنا زلو ولا بما حكم علينا أن نجور، ولا بتيزي فردنا قويتا نحنا خنزلم ويكن جور كنقبر أيكونا، بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. انتايو الله سبحانه وتعالى دليو من قدنا خنفلت حق خنحز، من قد حق خنرخبو ونقوم بالعدل. عدل دماني حق أمريتك أخنا سفر يدلنا مالتي الله سبحانه وتعالى. وقوله نحن الله سبحانه وتعالى خاني انتهي له مالتيو نحن نقص عليك نبأهم بالحق قبل كله. نحن مالتك أن إذ قال قائل أليس الله واحد قال يسب تخبل مالتيو الله سبحانه وتعالى سي نحن زبلسي نايبو زحات دي نحن زبل جلس من تايو خبل خيل يسب. فالجواب له ملسخاني نعم واحد لا شك. طبعا حدا قويتا بزيت أرتر، لكن لا شك أنه جل وعلا أعظم العظماء. يعني الله سبحانه وتعالى جل وجلاله خاني كافتم عزماء عزمة سلزخونه. والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه سيقة الجمع فهو يعني أنه عظيم. حجي نحن خم بالكلنا قال يسوق أنقى أمتيو ونحن زبل دا أمو ربي حدا دا يكوننيو بوزحت زبل دا نحن الآن من تأيتيلو. طبعا حدا الله سبحانه وتعالى حدا قل هو الله أحد دا تبهله كما يقولوا بوزحت خوني خيل. لكن أبتي اللغة العربية اندحر حدا نابوزة حتى تبيلو مالتيو نحنا زبل ندحر حدا كو حدا سب كله نحنا نتيلو انتاي مالتيو عزيم مالتيو شعابنا قرسل زخونيو. الله سبحانه وتعالى خاوز عبيلن انكون نحن قال الله سبحانه وتعالى يقبؤوا كبهال مالتيو. لذلك تجد الملوك نأبنت حتى نقصات كماني ورؤساء
يعني إذا أرادوا أن يصدروا المراسيم يقولون نحن فلان ابن فلان نأمر بكذا وكذا. إن كان الله سبحانه وتعالى يعني خالق السماوات والأرض مريتن سماين زخلقسي نجوسات حلفتن كتصحفوا خلوكا نحن أكل كم زت أزاز جرنا لنا يوم صحيفهم بالأخو. سلازي إذا كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم مالتي زخون ضمير ناب ربي سبحانه وتعالى استوسخموني جمع عند حركوين مالتيو نحن ندحريلو مثلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق مالت أي نقرأه عليك ونحدثك به. نبأهم أي خبرهم بالحق أي بالصدق المطابق للواقع. الله سبحانه وتعالى مالت انتايو تي تعظيم نحن قبل كله تعظيم مالتيو أي نقرأه عليك نحنا نقرأ لنا نقرأ لنا يا محمد ودحر صلى الله عليه وسلم دحر محمد كأمته مالتيو عليك ونحدثك به بزعبوا دمخ نقرأ كائنا. نبأهم أي خبرهم بالحق مالتي بحقي أي بالصدق المطابق للواقع يعني حق أن يزخون التاريخ حق أن يزخون قصة نقرأ كائي إلو الله سبحانه وتعالى مالتيو. إنهم فتية آمنوا بربهم إذي منأسي إذي شبابهم ولكن عندهم قوة العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان. دسي بلك سبحان الله من إسي كوينو يعني قوة زلوه إيمان زلوه مسجد سفرو خون كله قرآن من قدو خون كله علامة كله نفع خون كله يعني إيمانه برتع خون كله بتعمي زد الستكا بحلفي من إسي كوينو اختر إخلا خمالتيو لأنه أفتي حدا قنيا عد مثل زخونة من إسي كبهال كل جزء أنت أخذت صبيو نعم من قد حماق خيد مبزحتو جزء مالتيو. ولذلك حدا خفتم يوم القيامة شو عدت زللو رب العالمين صحي أبتاع رأسنا خطبت صحن كلا حدا من إسي أبتي عدمئو من إسنته أب طاعة الله أب نايت جزءات رب زحلفه من إسيو. ولذلك بطعمي فتو نقر مالتيو نمنتاي من إسي كل جزء يعني من إسي كبهال كله عنترنا نهاتو وتحيلناتو زتأفى أي مسلوني وحد صار جزاء سبحان الله شباب مالتي حد صار وانا جن كل جزاهم شباب يزي مسلو بني آدم. ولذلك إذا من أسي إذا كأفتية شباب ولكن زنبورهم جن حيلنا يروم ده حركة أبطعم دليات نيروم يعني علامة زفلتو مالتهم وإيمانهم كأبطعم برتوع نيرو قلبتهم حيالات نيروم تي إيمانهم كأحيال نيرو مالتهم. الله سبحانه وتعالى انتهي لشعوه وزدناهم هدى ربك أنتهي وسيقوم زادهم الله عز وجل هدى لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى. إذا الله سبحانه وتعالى أنتهي وسيقوم هدى مالتك أنا حق من قدم رأي مالتي نور كبوم كله اتي حق اخر يوم كله نمنتاين بت من قد حق زخيد الله سبحانه وتعالى خا مليسو حق يوسخه مالتي. لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى زيهم هدات زخنوا مهديين زخنوا يعني حق من قد هدى زخدوا مالتي الله سبحانه وتعالى عندنا هداية يبهم ربه اللهم اهدينا مش نبت هدينا مالت حق زنا من قد حق تحزنا مالتي. وكلما ازددت عملا بعلمك زادك الله هدى أي زادك الله علما. لأنه كل ما بجعب ربنا فلت سبحان الله كل ما أتبعنا ناب ربي من قدي نخيد مالتي وكل ما أنا من قد ربنا نخيد كل ما رب العالمين هداية يوسخنا مالتي. كلما ازددت عملا بعلمك يعني كلما ازددت عملا بعلمك زادك الله هدى يعني بتتفلطون بعلو تأبتكبارك توعلو خلاقا بتتفلط كايو الله سبحانه وتعالى هدى يبكى مالتيو أي زادك الله علما علمها يبكى مالتيو. سلازي زمنا أسيزي الله سبحانه وتعالى أفتي حق من قدي أتحزوهم أفتي هدى وسيخلهم ني رسول صلى الله عليه وسلم بزعبهم اتي حق أن تاريخ نخنقرو خمخانو جمير له مالتيو إذا ما أسيزي حق أنياتات حيالات دليت زلوهم نعلمي خفلت أزدلي إيمانهم برتع زخونة يوم إذا ما أسيزي بزعب زي أنا جروا مالتيو تحرقون عنا ونجرنا بسورة الكهف مالتيو تحرقوا زادهم الله عز وجل كهدى مليسو خاء وزدناهم هدى سلزبلة ونمنتأي وزدناهم كأيلو أبزخ ماني كم تلك نحن نقص عليك زبلة أبزخ وزدناهم هدى يعني الله سبحانه وتعالى وزدتهم أي بلن بحده وزدناهم تعزيما لله سبحانه وتعالى وزدناهم
وهدى مالتيو أبز متص زل آيات أبز متص زل سمون كنقصلو ربي نابو عدمه يهبنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.